اقول رشا، انت ايش قد بعد لك وتطلعيني من السجن؟ يمكن 4 سنوات. وانت زهور؟ أنا يمكن بقالي 6 سنوات. شو كله يمكن غير تحسبون عدل؟ يجوز مخلصين المده وناسيكم. لا بعد وقت. زين رشا، صدق انت جيتي بجريمه قتل؟ شو عجب ما عدموك؟ شنو جريمة قتل؟ اسمها خاين وخذ جزاء، ليش تكبروها وتسووها جريمة قتل؟ ليش بالله سويتي؟ سولفينا. طبيت عليه بالليل، لقيته يحكي بالتليفون بهمس، جبت ايد الهون وضربت على راسه. حيل يستاهل الخاين. ومات بساعتها؟ وجو الشرطة اخذوني. لا ما لهم حق ياخذوك. شلون ياخذوك؟ قلت لهم لو تعرفون شنو السبب تعرفوني. لا انت ما غلطانه، هم الغلطانين طبعا. بعدين هاي الشرطه يعني حيل ما يستحون، المفروض ياخذون الجثه هي يذبوها بالسجن. يستاهل. اكو رجال متزوج قاعد تحكي ويا صاحبتك بنص الليل، شو تريد؟ لا طلع ما يحكي ويا صاحبته، يحكي ويا اخته. زين ليش يحكوا وياها بهمس؟ مو كانوا يحجون علي؟ وهم يستاهل. ليش دا يحكي عليك قدام اخته حتى يتوب يبطل بعد ما يحكي؟ اطمئني هو اصلا بعد ما يحكي لا عليها ولا على غيرها. ايه كملي. دوني للمركز، الضابط يقول لي ليش قتلتي رجلك؟ هذا الضابط صدق صلف وما يستحي، شلون يسأليك سؤال مو عيب عليه؟ قلت له لو تعرف شنو السبب يعني تعذرني. قال لي لا، شنو السبب بالله؟ حتى بعد ما سولفت له السبب ما اقتنع. مو هسه يطلع رجلك مطي فلوس. ترى رجلها مات. مات شلون ميت ينطي فلوس؟ مات. قرايبه يجوز صاحبه كان. لين ما معقوله ضابط ما يقتنع بالحكي. بس كملي بالله. بعد ما كملت كلامي ويا الضابط خبرت اخوي حتى يجي ياخذني. ما قبل الضابط وسجني. لا لهنا ما يصير، ما يجوز. شلون يسجن بنيه؟ شلون يذبها بالحبس؟ وانت مستنكفه قاعده بالسجن ومستنكفه من الحبس. حطيت محامي. خليت المحامي يقول لي شنو الدليل؟ وين الدليل؟ شنو الدليل؟ قمت وانطيت الدليل. عفي عليك. شنو هذا الدليل؟ الدليل محادثاته وهي اخته، تقول له ما تعرف تطبخ. لا صدق؟ واكيد هذا المحامي شال اخته وذبها بالسجن. كنتي خبله عاقله صاحيه، شبيك مجنونه انتي؟ كملي. وبعدين رحتي للمحكمه؟ رحت للمحكمه، حطوني بالقفص يم المجرمين، وما انطوني كرسي اقعد، وما انطوني رمز المحكمه حتى اكنك. سودا علي، يجوز المحكمه ما كان عندهم اشتراك بهذا اليوم، ما دافعين، سامحيهم. انا هم قلت. المهم القاضي يقول لي انت قتلتي رجلك؟ قلت له لا مو انا قتلته. يقول لي انت قتلتي رجلك؟ قلت له مو انا قتلته، يعني انا كذابه؟ قال لي انت كذابه. هيك قالها بوجهك كذابه. ما يصير. زين كان قفلتي على هذا القاضي؟ قفلت عليه، ظل يحكي وياي وما رد. عفي عليك. زين تسوين قفله عليه حتى مره ثانيه من يحكي وياك يعرف شلون يحكي. ترى هذا قاضي مو رجلها. المهم انا ما قهرني غير هذا اللي يم القاضي اللي يندعي العام. ومنو هذا اللي يندعي العام؟ انا اقول لك، هذا واحد معينيه بالمحكمه هيك بس يدعي على العالم. اسمه المدعي العام. هذا حاط نقره من نقري، ما اعرف شنو مسويت له، حتى من يريد يقتنع القاضي يقول له لا عدموها. هيك هسه يطلع قرايب رجلك وانتي ما تدري. هاي ايش طلعت؟ هاي المحكمه كلها قرايب رجلها. وبعدين القاضي حكمك 15 سنه. بالبدايه انا عبالي يتشاقون. يتشاقون بنتي؟ حكم ومحكمه وقاضي يتشاقون شنو؟ بس هواي 15 سنه، يعني اللي مثلها لازم تطلع براءه. اللي رجلها كان يحكي عليها يم اخته. هذا كله يهون. تعرفون شنو القهر؟ بعد ما القاضي قال الحكم امه ظلت تهلهل واختها تضحك علي. لا انت وحده فقيره وهاي امه واخته ابد ما يستحن.